انا جيت. شايفين الجمال. احلى ديزرت ممكن تقدموه لاولادكم، هيلثي وفي نفس الوقت انتوا ضامنين حاطين فيه ايه. ودلوقتي كمان هقول لكم ممكن نقدمه لاولادنا ازاي، وهياخدوه كمان في متغلف كانهم بالظبط مشترينه من اغلى مكان، وطعمه احلى واروع بكتير جدا. الطريقه كلها لازم تعملوا لها سيف، وهسيب لكم كل المكونات تحت في الكابشن. فيديو طويل شويه بس هتستفيدوا منه جدا. اوعوا تنسوا بقى تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب والحاجات الحلوه دي. لانش بوكس النهارده هو لانش بوكس صحي لطفل بيعاني من النحافه. ومش معنى ان هو عنده نحافه ان احنا نفضل ناكله في اكلات ان هيلثي، لا، احنا هناكله في اكلات صحيه بس في نفس الوقت هتساعدنا ان احنا نفتح شهيته. عشان ما يطولش عليكم في الفيديو، يلا بينا اقول لكم النهارده هنحضر ايه للاولاد. الزبده اتكبت. شايفين؟ الزبده اتكبت ثانيه واحده. المهم انقذت الموقف. احنا النهارده هنحضر لانش بوكس لطفل بيعاني من نحافه. نفس اللانش بوكس ده ينفع جدا نقدمه لطفل ما بيعانيش من نحافه ولا اي حاجه خالص، بل بالعكس كمان لو عاوز يخس هينفع معاه اللانش بوكس. المهم ان احنا الكميات هنا هتختلف عن هنا، وباقي اليوم ترتيبه كمان هيختلف. المهم دلوقتي هنحضر اهم حاجه في اللانش بوكس، وهو الجزء الحلو في اللانش بوكس، البانكيك. هنعمل النهارده ميني بانكيكس حلوه جدا، اولادي بيحبوها جدا مع انهم كانوا مالهمش في اي حاجه حلوه تماما، على عكس اطفال كتيره من اللي بتعاني من النحافه ان هم طول الوقت بياكلوا اكلات حلوه. لا، انا اولادي اصلا ما لهمش في الحلو تماما. يلا بينا نحضر الوصفه دي، وهقول لكم ازاي ممكن نرتب لاولادنا يومهم بطريقه تفتح نفسهم. اولا انا هستخدم هنا دقيق حبه كامله، دقيق قمح كامل. انا هستخدم هنا دقيق قمح كامل. الدقيق ده دقيق صحي، ينفع جدا ان احنا نستخدمه لو اطفالنا بتعاني من النحافه او بتعاني من السمنه، لان في الاول وفي الاخر دي اكله صحيه، فده مهم جدا ان احنا ندخله لاولادنا فيه. هنستخدم الكميات كلها هكتبها لكم تحت. هنستخدم دي القمح الكامل، وهنستخدم طبعا معاه البيكنج، وكمان هنستخدم بيضة واحدة بس، لان انا مش هحتاج كمية كبيرة. احيانا كتير بعمل كميات اكتر من كده وبدخلها الفريزر عندي وبطلعها وقت ما احتاج. ودي من الحاجات اللي بتساعدني جدا 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 ان انا اوفر وقت كبير جدا لاولادي وانا بحضر لهم لانش بوكس كل يوم. اولا انا كمان ما بحضرش لانش بوكس الصبح، انا بحضر لانش بوكس في وقت صلاة الفجر. ده مهم جدا انه ما اربكش نفسي وهم نازلين المدرسه، يعني مش هقعد بقى اربك نفسي واجري من هنا وبلبس. لا، حاولي ان انت تجهزي اللانش بوكس بتاعك لو انت ما بتصحيش يعني قبل ميعاد المدرسه او على ميعاد الفجر. ممكن تجهز ده اللبن. انا كمان بحب اضيف ليها زبادي، بس انا نسيت اطلعها من التلاجة، هجيبها دلوقتي واجيلكم. انا جبت الزبادي وجيت. كنت بقول لكم ان اهم حاجه ان انت ما تدوشيش نفسك قوي والولاد نازلين المدرسه. انا بحب احط جدا زبادي للبان كيك وللوافل وكل الوصفات المعجنات لانها بتطريها جدا. لو مش حابين خلاص، وبحب جدا كمان احط له رايب لو موجود عندي، بس انا النهارده استغنيت عنه يعني وحطيت زبادي يوناني او زبادي عادي. زبادي عادي، حطيت زبادي عادي مع لبن. ماشي. القوام بتاع البان كيك ما بيكونش تقيل قوي ولا خفيف، يعني بيكون قوام متوسط. كمان بنضيف له بقى الزبده. انا بستخدم الزبده عادي جدا، سيحت مكعب زبده وضفته ليها. الوصفه دي تنفع جدا لكل الاطفال سواء عايزين يخسوا او مش عاوزين يخسوا. الوصفه دي هتفتح نفسهم جدا، وهي دي البوينت اللي احنا بنحتاجها دايما للاولاد اللي بيعانوا من النحافه، ان احنا طول الوقت لازم نفتح نفسهم. هنفتح نفسهم ازاي؟ ان احنا نبتدي اليوم بتاعهم باكله. ده عسل، ما بحطش سكر، انا بحط عسل. معلقه واحده حطيتها يعني على الكميه دي. الاولاد عندي ما كانوش بيحبوا خالص اي حاجه حلوه، فكان لازم ان انا اختار طريقه يحبوها. الطريقه دي هم حبوها جدا جدا جدا. بصوا القوام بتاع البانكيك، القوام ده كده ممتاز جدا. انا عايزه اقول لكم بس مش عارفه كان واضح القوام كده، قوام كده كويس جدا. انا هحط له كمان رشه ملح عشان بس بيكسر شويه الطعم المسكر اللي فيها. الاولاد اللي بيعانوا من النحافه لازم طول الوقت ندخل لهم وصفه في بدايه اليوم تكون حلوه، كوبايه عصير، تمر، ثمرة فاكهة، وصفة حلوة. ففي المدرسة مفيش أجمل من البانكيك، الكيكس. كمان كيكة البطاطا اللي أنا نزلتها قبل كده لازم تجربوها لهم. ممكن كمان ياخدوا معاهم ناتس. هنكمل دلوقتي بقية اللانش بوكس وهتشوفوا أنا هحط لهم حاجات قد إيه تحفة، كميات صغيرة جدا. هو ده المطلوب، إنها تفتح نفسهم. انا دلوقتي هسوي البانكيك بطريقه بسيطه جدا، ممكن على النار او على المكنه بتاعته زي ما تحبوا يعني. المهم احنا هنسويه على طاسه بسيطه جدا، وهنحضر الكميه بتاعتهم وهرجع لكم تاني.
انا نسيت اقول لكم حاجه تانية، ان الدقيق القمح الكامل مش بيكون زي الدقيق التاني ليه عرق طويل قوي كده، لا هو اصلا بطبيعته ان هو حتى لو عملتي منه معجنات ممكن تنشف بسهوله. فعشان كده في ناس بتخلطه، على فكره كل الافران وكل الماركتس الكبيره بتعمل كده، بيخلطوه بدقيق ابيض، بس انا ما بعملش كده. انا بعمله كده وبحفظه في علب تلاجة مقفوله تماما، وبخليه عندي في الفريزر او في التلاجة، وبطلع منه في الوقت اللي هم عاوزين ياكلوا فيه، لان انا بحضر كميه للاسبوع كله او لفتره طويله، مش بحتاج ان انا اعمل كل شويه وصفات يعني. المهم بحضر الكميه وبحطها في علب مقفوله، بطلع بس وقت ما بحب استخدمها بسخنها على التوستر او على اي حاجه موجوده عندي، وبيستخدموها بتكون حلوه جدا. اخدوا وجبه حلوه وفي نفس الوقت طعمها لذيذ وكمان صحي. هسويه وهرجع لكم تاني. شايفين الجمال؟ بصوا بقى الكميه اللي انا حضرتها معاكم عملت الكميه دي، وبصراحه عملت واحده كمان انا اكلتها وانا بسويهم، لان بصراحه كانت ريحتها تحفه. تقريبا عملت 1 2 3 4 5 6 7 8، وعملت كام واحده كده قلوب من الصغننين دول. الاولاد بيحبوا احيانا الحاجات اللي ليها اشكال كده، فعملت يعني قولي تقريبا هتعمل 10 بانكيكس، ميني بانكيكس. تعالوا بقى بينا نشوف هنقدمها لهم ازاي. بصوا هما ممكن ياخدوها كده عادي يعني، بس انا بحب يعني ادلعهم شويه، فهقدمها لهم هنا برضو يعني كانهم اشتروا حاجات من الماركت. يلا بينا دلوقتي هقول لكم ازاي هنقدم البانكيك ده في اللانش بوكس، وده كده هيكون الجزء الحلو في اللانش بوكس. وما تنسوش لسه كمان هنحضر الجزء الحادق، عشان مش هينفع نحلي من غير ما نحدق، وهي دي اهم حاجه في اللانش بوكس. يلا بينا. اولادنا اغلبهم بيكون كل واحد فيهم ليه مزاج معين في الاكل، وعشان كده دي مشكله بتواجه امهات كتيره، بس انا بصراحه ضد الفكره دي، وانا دايما بحاول اقنعهم احنا كلنا بناكل نفس الاكل. حتى لو كل واحد فينا ليه ذوق، اوكي ممكن يبقى في حاجات بسيطه جدا. يعني مثلا انا عندي ادم ما بيحبش اصلا اي حاجه على البانكيك غير الشوكليت السبريد دي، فانا بعمل له عادي جدا. هاخد واحده وهحط له عليها معلقه صغيره خالص من الشوكليت السبريد دي. في انواع كتيره قوي هيلثي، وكمان معلقه صغيره خالص. وفي نقدر نعملها في البيت بطرق سهله جدا، وممكن انزل لكم الطريقه لو حابين. وبس، وبحط له عليها، انا عايزه واحده مقاسها بالظبط عشان يحس ان هو واخد ساندويتش. بصوا هتبقى تحفه جدا ازاي كده. هياخدها كانها ساندويتش، وهحطها له عادي جدا. تكون لذيذ جدا وهتفضل طريه، لان احنا هنحفظها في الاكياس دي. الاكياس دي بتتباع في كل مكان، انا جايباها من جروب بيبيع حاجات لشي ان. بصوا كده هتفضل تحفه، وطعمها هيكون لذيذ جدا، والاولاد هيحبوها جدا جدا جدا. يلا بقى هنحطها القادر وخلاص كده. هحط له بس معاها مكسرات. ثانيه واحده هجيب المكسرات، الفيديو طول مننا قوي. احط له شويه مكسرات كده، اي مكسرات عندكم يعني، مش شرط حاجه معينه، عشان تكون مصدر الدهون الصحيه، ودي هتساعده جدا على التركيز. كده ادم فاضل له بس الجزء الحادق. ليلي بقى بتحب دايما احط لها عسل، فانا هاخد الجزء بتاع الكاب ده هحط لها فيه عسل، وهحطه لها هنا في اللانش بوكس بتاعها عادي، وهحط لها البانكيك بتاعها عادي جدا من غير ما احط لها عليه اي حاجه. طعمه هيكون لذيذ وهتتبسط منه جدا، وكده هتكون اخدت حاجه حلوه هتفتح نفسها باقي اليوم، وهتخليها مش متضايقه، بالعكس هتحس انها جعانه، وهو ده المطلوب. كمان هحط لها معاها موزه، لان ليلي بتحب جدا الموز مع البانكيك. استنوا هجيب الموزه. بحب دايما اجيب موز صغير عشان يقدر يدخل في اللانش بوكس كده. كده هتكون اخدت كل اللي هي عاوزاه. برضو هحط لها مكسرات عشان لازم نديها مكسرات، مش هندي ادم بس يعني. وبس، وبكده حضرنا الحلو اللي في اللانش بوكس. استنوني في بارت 2 هنحضر الجزء الحادق لبقيه اللانش بوكس ده. باي باي.